السلام عليكم. وحان الآن موعد المراجعة النهائية للنوت 7. هل فعلا يستحق الانتظار؟ سامسونج كالعادة ركزت كثيرا على كلام الناس وعالجت الأخطاء البسيطة اللي كانت موجودة في الجالكسي نوت 5 السابق، وحتى طورت مقارنة بالجالكسي S7. يعني الأطراف المنحنية الآن وطريقة انحناء الشاشة في الجالكسي نوت 7 أصبحت شيء مريح جدا، خصوصا أثناء الاستخدام وحمل الجهاز باليد. القلم الآن أصبح أكثر دقة من قبل، وهذا بفضل الراس اللي قطره أصبح أصغر من قبل بكثير، وبالتالي تقدر تكتب بدقة شديدة على الشاشة الخاصة بالنوت 7. أيضا عجبتنا الخصائص الجديدة اللي أضافتها سامسونج، مثل إمكانية أخذ GIF من أي فيديو. هذه خاصية صراحة بينبسط كثير عليها محبي السوشيال ميديا، وكانت خطوة إيجابية جدا. وفي توجه سامسونج المستمر للبساطة أنهم يوحدون كل تطبيقات النوت في تطبيق واحد اسمه سامسونج نوت. حتى تطبيق الكاميرا حصل على نصيبه من البساطة، والآن صار شكله أنظف من قبل بكثير، وتقدر تتنقل فيه بيد واحدة. نعرف أن كثير مننا يشيل الجوال عشان يصور سيلفي، وبالتالي بيرتاح كثير لو يقدر بيد واحدة يتنقل بين القوائم المختلفة. بس سامسونج شكله قالت يبدو أن فقط معالجة الأخطاء ما هو شيء كافي للجمهور، فأيضا أضافت بعض الخصائص الجديدة لأول مرة في جوالاتها. كبداية شيء طالبنا فيه الوقت طويل اللي هو اليو اس بي سي. الآن المنفذ صار يو اس بي سي، وجاء معاه أيضا زيادة حلوة في البطارية اللي صارت 3500 ملي أمبير مقارنة ب 3000 سابقا. مقاومة الماء أيضا إضافة جديدة لسلسلة النوت، والشيء الحلو هنا أن حتى القلم صار مضاد للماء، بالتالي تقدر ترتاح وانت تكتب تحت الماء إذا هذا جوك. لكن الإضافة اللي من جد حسيتها الأكثر تميزا هي بصمة العين، واللي أبهرني فيها أكثر هو كيف أنها تشتغل بدقة كبيرة جدا وسرعة متناهية وسلاسة أول ما تحط عينك قدام شاشة الجوال، بمعالجة طلبات الجماهير. وأيضا إضافة خصائص جديدة بالكامل على سلسلة النوت. نتوقع أن النوت 7 هو أفضل نوت على الإطلاق. مو بس كذا، أتوقع أنه على قمة الهرم وفي الهواتف من الفئة العليا النوت 7 يعتبر الأفضل بكل تأكيد. تقييمنا النهائي في مراجعة إلكتروني للجالكسي نوت 7 هو 9.5 من 10. نراكم على خير في فيديو آخر على قناة إلكتروني. مع السلامة.